بيقول لك مرة واحد بخيل وقع في الترعة، عدى عليه واحد لقاه عمال يبقلل في المية، فبيعمل ازاي بقى؟ بق. قال له بقول لك يا بلدينا تدفع جنيه واطلعك. قال له بق باريزة. واحد بلدينا قاعد مع واحد اجنبي، فالاجنبي بيقول له بتعرف تعوم يا بلدينا؟ قال له لا. قال له يبقى الكلب احسن منك. فبلدينا اتغاظ قوي، قال له طب انت بتعرف تعوم؟ قال له اه طبعا. قال له يبقى مفيش فرق بينك وبين الكلب. بنت بتسأل امها بتقول لها هو ليه ياما العروسة بتلبس ابيض يوم فرحها؟ قالت لها يا بنتي علشان خاطر ده احسن يوم في حياتها. قالت لها اه انا عرفت بقى ليه العريس بيلبس اسود. واحد بخيل قوي عازم اصحابه على شوربه من غير لحمه، فاصحابه بيقولوا له مش عيب يا راجل تعزمنا على شوربه من غير لحمه؟ قال لهم يعني الشاي العروسه جواه عروسه. واحد مسطول واقف على كوبري قصر النيل وعمال يقول 31 31 31. جاله واحد بيسأله بيقول له ايه يا بلدينا حكاية 31 دي؟ راح زقه في النيل وقام قال 32 32. واحد بخيل بيقول لمراته في عيد ميلادها تاخدي فلوس ولا اديك موبايل الجديد؟ فمراته فكرت قالت ده بخيل ابن اللذينه ده، اطلب منه الموبايل وخلاص. قال لها طب اكتبي عندك 010 4 وحيد 02. واحد طفش وساب البيت بقاله مدة ومراته بتدور عليه مش لاقياه. قالت طب اما اروح القسم اعمل محضر يمكن يلاقوه. فالظابط بيقول لها ممكن تقول لنا مواصفاته؟ قالت له طب اكتب عندك طويل وعينه خضرة وشعره اصفر وابيض. فالواد بيقول لها يا ماما مش هي دي مواصفاته. قالت له ما تسكت يا منيل خليهم يجيبوا لنا واحد حلو. بقول لك حرامي وندل ماشيين مع بعض، فالندل بيقول للحرامي ما تعلمني السرقه. قال له عناية بسيطه. خلى واحد معدي كده وراح نشل المحفظه بتاعته. قال له ايه رايك؟ قال له لا ده انت 100%. قال له طب ما تعلمني النداله بقى. قال لهم حرامي حرامي. جماعة بلدياتنا أغبياء قوي حبوا يفجروا عمارة، حطوا القنابل في الدور الأرضي وطلعوا يستخبوا فوق السطح. طالب غبي قوي راح الامتحان وبعد 10 دقايق راح طالع، فبيسألوه بيقولوا له يا ابني انت طلعت بعد الامتحان ب10 دقايق ليه؟ قال لهم اصل ابويا قال لي لازم تطلع الأول. بياع أنابيب بيندع على أنابيب في الشارع، فواحد بيقول له اخينا عايزين واحده. قال له ايه اطلعها لك؟ قال له لا هننزل نشربها تحت. بياع انابيب بيندع على الانابيب في الشارع، فواحد بيقول له عايزين واحده يا اخينا. قال له ايه اطلعها لك؟ قال له لا هننزل نشربها تحت. واحد بلدينا غبي قوي معاه 1,000,000 جنيه وحب يخبيهم. قال لك نحفر حفره كبيره ونحط جوه الحفرة 1,000,000 جنيه ونكتب على الحفرة من بره مفيش حاجة هنا. حمدان ابن عمه عرف السر مشي وراه راح مطلع 1,000,000 جنيه وكتب على الحفرة من بره حمدان ما خدش حاجة. حمار وحشي تحت منه كنز كبير ومش عارفين يجيبوا الكنز من تحت منه. قال لك نجيب واحد هندي وواحد خليجي وواحد بلدينا ونجرب كده يمكن يطلع. الهندي جاي يجيب الكنز من تحت الحمار راح رافسه وموته. الخليجي راح طالع وراه برضه يجيب الكنز راح رافسه وموته. شوية كده ولقوا بلدينا جايب الكنز وجاي. قالوا له يا بلدينا انت عملتها ازاي؟ قال لهم ابدا كلمة مني كلمة منه اتعرفنا على بعض طلعنا قرايب. واحد غبي قاعد قدام التلاجة عمال يفتح الباب شوية شوية ويقفله شوية شوية، يفتحه شوية شوية ويقفله شوية شوية. فواحد بيقول له ايه يا بلدينا انت مالك قاعد جنب الباب كده وعمال تفتحه شوية شوية وتقفله شوية شوية؟ قال له موت واعرف مين اللي بيطفي النور من جوه. واد رخم قوي راكب الباص بتاع المدرسة وعمال يغني اذا كان بابا ذكي وماما ذكية انا هطلع ذكي.
وإذا كان بابا عسل وماما عسل أنا هطلع عسل. فالسواق راح قايل له طب لو كان بابا حمار وماما حمارة؟ قال له يبقى هطلع سواق أتوبيس زيك كده. دكتور قلب يا سيدي بيحتفلوا بعيد ميلاده، فجابوا له تورتايه كبيرة على هيئة قلب وحطوا فيها الصورة بتاعته. فشوية كده لقوا دكتور ميت من الضحك، ميت من الضحك. فبيسألوه بيقولوا له يا دكتور انت بتضحك قوي كده ليه؟ قال لهم اصل انا دكتور بواسير. 4 أغبياء قوي خطفوا بنت ووقفوا تاكسي عشان يركبوا فيه. فالسواق بيقول لهم لا مؤاخذة بهوات، التاكسي بياخد 4 بس. سابوا البنت وركبوا التاكسي ومشيوا. بيسأل مراته انت بتحبيني قد ايه؟ قالت له ياه قد ما انت بتحبني. قال لها ياه ده انت قلبك اسود قوي. واحد بلدينا راكب عربية أجرة، وبعدين لقى واحدة جنب منه بتدفع الأجرة وبتقول للكمساري اتفضل السيدة زينب. راح هو مطلع كمان الأجرة ومديها للكمساري، قال له اتفضل إبراهيم عبد الموجود. واحد بلدينا جاله جواب مكتوب عليه صندوق بريد صاد ب 44، ما فهمش منه حاجة. راح لواحد صاحبه بيسأله بيقول له ايه الجواب ده؟ قال له يا سيدي عايز منك صندل بني مقاس 44. 2 أندال قوي محكوم عليهم بالإعدام. فبيسألوا الأولاني ايه طلبك علشان ممكن نحققه لك؟ قال لهم اشوف امي. فبيسألوا التاني بيقولوا له ايه الطلب بتاعك؟ قال لهم ما يشوفش امه. طفل تعب وابوه خده علشان يروح يكشف عليه. فبيقول له يا دكتور ايه التشخيص؟ قال له ابنك شرب لبن منتهي الصلاحية. قال له اه معلش اصل جدته هي اللي رضعته امبارح. واحد بلدينا جه من الحج، فقرايبه بيسألوه ايه اخبار الحج معاك؟ قال لهم يا سلام بلد جميلة وناس زي الفل والخدمات هناك 100%. انا عايز انصح اي حد يروح يحج بعد كده ما يروحش غير السعودية. واحد مجنون هجم على عمارة وقرر يقتل كل اللي فيها. اول واحدة قابلها قال لها انت اسمك ايه؟ قالت له مديحة. قال لها مش هقتلك عشان انت اسمك على اسم امي. جه لقى واحد بعديها قال له انت اسمك ايه؟ قال له فوزي، وبيدلعوني ويقولوا لي يا مديحة. واحد غبي بيكلم واحدة في التليفون، فبتقول له انت غبي؟ الله يخرب بيت اظهار الرقم ده. واحد مسطول الكهرباء قطعة في بيته، قعد يدور في الشقة على كبريتة ملقاش، على ولاعة ملقاش، طفى الشمعة اللي في ايده ودخل ينام. واحد بلدينا عدى على ابن عمه لقاه قاعد مع الحمار وبيلعب معاه شطرنج. قال له بقى يا راجل بتلعب شطرنج مع الحمار؟ قال له يا اخي اسكت ده انا مغلوب يجي 20 دور لحد دلوقتي. ديك عمال يأذن على الشجرة وتحت منها ثعلب. قال له مش هتنزل بقى نصلي جماعة؟ واحدة بتقول لجوزها انا حلمت في المنام ان انا راكبة عربية مرسيدس. قال لها طب كملي بقى كده يمكن تعملي حادثة ولا حاجة. واحد جاهل قوي طلع له عفريت ومش حافظ اي حاجة من القرآن، قام غناله طلع البدر علينا. دكتور بيطري راكب الحمار بتاعه وماشي، واحد شافه قام قايل اول مرة اشوف دكتور بيركب زباينه. واحد بتاع مخلل بيحب واحدة وعايز يتقدم لها بس خايف لابوها يرفضه علشان تاجر مخلل يعني. فراح قعد معاه، وبعدين ابو البنت بيسأله بيقول له يا ابني انت بتشتغل ايه؟ قال له حضرتك انا تاجر قطع خيار. واحدة بتكلم امها وزعلانة قوي وبتعيط،
بتقول لها جوزي بيكذب عليا وبات بره وبيخوني وبيقول ان هو بايت عند صاحبه مسعد. قالت لها ازاي؟ ما جايز يكون الراجل فعلا بايت عند صاحبه مسعد. قالت لها ازاي ومسعد بايت عندي امبارح؟ واحد بيزعق لمراته وبيقول لها انا كلمتي زي الساعة تمام. راحت بصله بغضب كده، قال لها لا ده انا اقصد لا بتقدم ولا بتأخر يعني. اتنين مساطيل قاعدين على القهوة، فواحد بيقول للتاني يا انا بردان قوي من الساعة. التاني راح قايل له وانا حمدان من الجيزة. واحد يا سيدي قاعد مع مراته وبيقول لها ياه انا بحب فتراك دي قوي. قالت له وانا كمان بحب حسين جدا. قال لها يا وليه دي فتراك دي مربى. قالت له ما حسين ده بقى العسل كله. بيسأل واحد بلدينا اخبار الصيام معاك ايه يا بلدينا؟ قال لهم يا اخي ده لولا الوضوء كان زمان الواحد مات من العطش. واحد بلدينا صحى على صوت زعيق جامد، فبيسأل فيه ايه يا اخوانا؟ قالوا له لا ده بيقولوا ان في اشاعة بتقول ان المية فيها سم. فمراته صحيت بتسأله بتقول له يا حسين في ايه؟ قال لها لا ابدا، قوم انت بس اشربي وادخلي نامي. واحد مسطول الدكتور بيكشف عليه بيقول له يا لهوي ده انت ضغطك 70. قال له بيع بيع. واحدة بتقول لجوزها بمناسبة عيد جوازنا اذبح لنا خروفين. قال له ايه ذنب الخروفين؟ من غلطة ارتكبها حمار. ضابط مرور وقف عربية بيفتشها، لقى النمرة اللي قدام غير النمرة اللي ورا، فبيقول له انت عامل النمرة اللي قدام غير اللي ورا؟ قال له ما هو طبيعي، هو وشك زي قفاك. حرامي دخل بيت عشان يسرقه، فلقى واحدة تخينة قوي هجمت عليه وراحت حطها على الأرض ومفطساه وقاعدة فوقيه وقالت يا محمد يا محمد روح على القهوة انده لأبوك بسرعة يا محمد. الحرامي راح قايل له بسرعة وحياة أبوك يا محمد. مأذون بيكتب الكتاب فبيسأل العريس اسمك ايه؟ قال له نادر. وبيسأل العروسة اسمك ايه؟ قالت له نادرة. قال لهم ايه الحكاية انتوا كده هتخلفوا ولد مهدد بالانقراض.